ركز معايا في الفيديو ده لأن اللي هقوله مهم جدا. سألوا سقراط في مرة إنه تعمل إيه لو شخص أهانك؟ سقراط رد عليه ب3 أسئلة. قال له لو فرضا في حمار رفصني أو ضربني، هل أقاضيه ولا أشتكيه ولا أرد له الضربة أو الرفصة؟ الاختيار الأول وهو إنه يقاضيه، يقاضي الحمار يعني. وده في الحقيقة أشبه من إن أنت بتحاول تخلي إن السمك يطير. مش هينوبك حاجة غير إن أنت بتضيع وقت ومجهود وطاقة. الاختيار التاني وهي إن أنت تشتكي الحمار. وفي الحقيقة ساعتها الناس هتضحك عليك، تقولك شوف الراجل ده، الراجل العاقل المحترم ده رايح يشتكي الحمار. الاختيار التالت وهو إنك ترد له الضربة أو الرفصة، وساعتها هيبقى زيك زي الحمار، بس الفرق ان انت حمار عاقل. لكن في بقى الحل اللي هو بتاع سقراط. قالك امشي بعيد وركز في طريقك، ما تنزلش نفسك لمستواه، ما تقللش من كرامتك، ما تضيعش من مجهودك ومن وقتك، ما تاخدش من طاقتك في ان انت تجادل او ترد على حمار.